تعال اقول لك حاجه ببلاش كده. لو انت طالب اي اس تي حته رول انت ما شفتهوش، واكتب لي في الكومنتات كده انت شفته قبل كده ولا لا. ساعتك بتكلمني. بص الرول ده، وخلي بالك المسائل اللي انا بشرحها دي هي مسائل اوفيشال جت في امتحانات قبل كده، وممكن يكون التيتشر اللي معاك ما عطاكش الرول ده. تسمع مني؟ طب استنى واحده بقى، ركز. احنا هناخد النهارده السم والبرودكت بتاع السوليوشنز. مش شرط يكون 2 سوليوشنز، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 5. هديك حته رول ملوش حل. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. ركز معايا، هحاول اختصر لك بسرعه الرول وهوريك المساله اللي جت في الامتحان شكلها عامل ازاي. يلا بينا. يلا بينا. بص يا معلم، بص يا سيدي، يقول لك ايه يا سيدي؟ يقول لك لو انت عندك فانكشن اكس ايكوالز، ركز قوي، ان اكس بار ان خلاص، بلس ان ماينس ال1 اكس بار ان ماينس 1. هتقول لي ايه يا مستر انت بتكتبه دوت؟ احنا مش فاهمين اي حاجه. عندك حق، بس اللي انا بكتبه ده دي فانكشن عاديه، بولينوميال فانكشنز، وفي الاخر هنا بيكون عباره عن حاجه اسمها اي نوت. مستر معلش يا مستر احنا بنتعالج بالاعشاب ومش فاهمين حاجه. بص يا سيدي، يعني بالبلدي كده، لو انا قلت لك مثلا انا عندي function x equals 3x power 7 plus 5x power 6 plus 10x power 5 plus 8. ركز، انت عارفين ال 3 ده مين؟ هو ده اسمه ال A7 equal 3 اللي هو الكوفيشنت بتاع x power 7. طب انت عارف ده مين؟ قال لك ده مين دوت؟ قال لك ده اسمه ال A6 اللي هو يعتبر equivalent to 5 اللي هو الكوفيشنت بتاع x power 6. طب انت عارف ده مين؟ سامعك؟ ايوه الاي 5 اللي هو عباره عن ايكوفالنت 10 الباور اكس باور 5. هتقول لي مستر طب لو سمحت هو الاكس باور 4 فينه؟ هقول لك هتحط لي اي 4 بكام؟ ايوه بزيرو، برافو عليك. طب الاي 3 بكام؟ بزيرو، طب برافو عليك. طب الاي 2 بزيرو، طب الاي 1 الله بزيرو، طب الاي نود بكام؟ ب 8. ركز بقى. طب يبقى انت كده فهمت الكوفيشنت اللي انا بتكلم فيها. طب ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان هقول لك كلمتين. عايز سم اوف روتس. هنا ما دام الباور ان فعدد الروتس اسمه ان، يعني الباور هنا كان 7 يبقى عدد الروت 7. طب انا عايز اجيب السم بتاع ال7 سوليوشنز، سواء بقى فيهم الايماجينري روتس او فيهم الريل روتس. نعمل ايه؟ وهنا ساسكت قليلا. ركز معايا، هو دي الحرفنه وهو ده الشغل اللي انت هتاخده دلوقتي. sum of solution. احفظ الرول ده يا معلم. نيجاتيف، لو مدرس يكتب ورايا الكلمتين دول ماشي؟ اوكي. نيجاتيف اي ان ماينس ال1 على اي ان. طب لو كان برودكت، يلا خلي الناس تتعلم. برودكت اوف سوليوشنز، برودكت اوف سوليوشن هيبقى عباره عن كام؟ قول لي كده. برافو عليك، نيجاتيف 1 باور ان ملتبلاي باي اي نود على الاي ان. ترجم يا مستر لان احنا عندنا مشاكل. بص يا سيدي، المدرس اللي معايا ما شرحليش الكلام ده، وده انا هلطم وده بيجي في الامتحان يا مستر. والله بيجي. ركز معايا يا صاحبي. لما اقول لك ان ماينس 1 في المساله دي، انا هنا هعمل نيجاتيف اي، اصلا الان ب 7، فيبقى انا عايز اي 6 على اي على اي كام؟ على اي 7. يبقى هكتب نيجاتيف 5 على كام؟ على 3. شكرا. ده sum of all roots of all solutions. طيب هنا نيجاتيف 1 باور كام؟ باور 7 multiply by ال A node which is represented by 8 على ال AN اللي هو 7. يطلع الانسر equivalent to كام؟ يطلع نيجاتيف 8 over 7. الله. يبقى البرودكت بتاع الروتس كلها، برودكت اوف روتس، هيبقى عباره عن كام يا شباب؟ هيبقى عباره عن نيجاتيف 8 اوفر كام؟ هو ما كانش 7 كان 3. الاي 7 كان ب 3، ده 3 خلاص؟ دي 3. يبقى نيجاتيف 8 على كام؟ على 3. باخد الرقم دوت. يبقى سهل جدا يا جماعه. يبقى الموضوع ما فيهوش اي مشكله ولا اي ازعاج. امال الموضوع فيه يا جماعه؟ الموضوع اللي هو جه في الامتحان. فركز يا صديق كده، ركز يا صديق على ان هي جت فين؟ جت في الامتحان. تعال نبص مع بعض. يلا نبص مع بعض. بص يا سيدنا، سؤال زي دوت اهو، ديسمبر 2024، حاجه طازه اهي خلاص. بيقول لحضرتك ايه هنا؟ بيقول لك لو سمحت عايز البرودكت اوف سوليوشنز. برودكت اوف سوليوشنز هتعمل ايه؟ وفق اللي انا قلته لك، الان هنا عندنا 4 صح كده؟ ولما اقول لك انا عايز اجيب برودكت، لوجيكلي هتكتب نيجاتيف 1 باور كام؟ باور ان اللي هي 4 ملتبلاي باي اي نود اللي هي 6 اوفر اي ان اللي هي كام؟ 3. فيطلع الانسر فضلة خيرك كده نيجاتيف 1 باور حاجه ايفن يعني بوزيتيف 1. 6 على 3 دينا 2. شكرا. الانسر equivalent to C. خلصت، هربت، راحت. سهل. طالب مني sum of fruits. يلا مين يقول لي sum of fruits كام؟
ايوه سمعتك. طب ما دام انا سمعتك اكتبها لي بس في الكومنتات كده وقول لي هل عرفت تجيب الصم بتاع الروتس بتاع المساله دي؟ افرض جالك صم ما جالكش برودكت هتعمل ايه؟ في رول احفظه اكتبه في ورقه وقلم وركز معايا، هديك حبه رولز قويه جدا جدا في الاي اس تي تحل لك المساله في ثواني. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ثواني بس لازم يكون عندك في دماغك الرول الاول. يعني المساله دي اول ما تشوفها كده هتبص لها بصه كده نيجاتيف 1 باور 4 يعني هتبقى بوزيتيف، شكرا 6 على 3 دينا 2 خلصت المساله. تتحل في قد ايه؟ 3 ثواني. ازاي تحل المساله في 3 ثواني؟ لازم تكون عندك الرول الاول تكون حافظه وصمه، اول ما تبص على المساله هتعرف تجيبها. خلاص زي ما انت دلوقتي لما بصيت عليها وطلعت الصم بتاع الروتس وقلت لي هتكتبها في الكومنتات، اكتب لي الروتس في الكومنتات قول لي الصم بتاعتها هتبقى كام. يلا بينا يا شباب، ابعت لي دلوقتي اي مساله واقفه قدامك هديك رولز قويه جدا تحل لك المسائل بمنتهى السهوله عشان توفر معاك وقت ومجهود كبير جدا. حتى لو تيتشر ما عطلكش مش مشكله، ساعدنا ان احنا نوصل لك كل الرولز المحترمه اللي سهله اللي توصلك ان نجيب سكور كويس. اشوفك دايما على خير، معاك امير حماد. Maths House Institute for American Diploma.